طبعا احنا شاطفين اللحمة ومجهزينها. احنا بنجيب الحلة فيها مادة دهنية وبنروح حاطين اللحمة. اول الحلة ما تسخن جدا جدا، الحلة تسخن كويس، ونروح حاطين اللحمة عشان تاخد صدمة معانا. نحمر اللحمة شوية ونقطع البصل مكعبات كبيرة، يعني مش مكعبات صغيرة ولا حاجة. يعني البصلة ممكن تقطعيها 4 تمام. وهنحطها مع اللحمة وهنشوحهم شوية مع بعض بالفلفل الأسود والبهارات بتاعتنا. وبعد كده هنكون مجهزين مية مغلية وهنسقي اللحمة بيها. تمام. وهنسيب اللحمة لحد ما تستوي. تمام. وعشان تزيدها جمال وتستوي بسرعة هنعمل ايه؟ معلقة السكر اللي انا قايله لكم عليها في الفيديوهات اللي فاتت، معلقة السكر ممسوحة، معلقة سكر اللي هي الصغيرة، المعلقة الصغيرة خالص، معلقة ممسوحة سكر، نحطها مع اللحمة ومع البهارات بتاعتنا والفلفل الاسود. طبعا احنا ما بنحطش ملح لما اللحمة تستوي خالص. ونغطي على اللحمة، واول ما تغلي كام غلوة كده جامدة، بعد كده نوطي عليها النار ونسيبها تستوي براحتها على الاخر، لانها محتاجة مية. نحط لها مية مغلية، منحطش مية ساقعة على اللحمة وهي على النار عشان بتأخر السوا بتاعها شوية. تمام. فاحنا نكون مجهزين معانا مية مغلية، وكل ما نحس ان اللحمة محتاجة مية، احنا عايزين اللحمة بالصوص، يعني احنا مش عايزين شوربة، احنا بنعمل اللحمة بالبصل، يعني تكون يدوب مبحبحة صوص كده حلوة. تمام. بحيث ان احنا ايه، ناكل الصوص بتاعها مع الرز كده يبقى حلو. مش محتاجين ان احنا نزود الشوربة بتاعتها. فكل ما تحتاج معانا هنبحبحها بشوية ايه، مية مغلية. نكون مجهزين مية مغلية ونبحبح بيها اللحمة شوية شوية لحد ما نحس ان البصل داب مع اللحمة واللحمة دابت واستوت. تمام كده. سوينا اللحمة، طبعا نقلناها في الطاسة، والحلة مكان اللحمة سيبنا اللحمة تكمل سوا في الطاسة. وقلنا بقى مكان اللحمة هنعمل ايه، نكون مجهزين بصلاية مكعبات صغيرة وهنشوحها في الحلة. وهنكون غسلين الرز البسمتي ومصفينه كويس، ومحضرين معانا شوربة مغلية او مية مغلية. وهنشوح البصلة، وبعدين طماطم مكعبات وجزر مبشور، جزرة مبشورة، وشوية الزبيب بتوعنا بقى، زبيب ومكسرات بقى زي ما يعني ايه التحابيش اللي بتحبوها دي. وهنروح ضايفين الحاجات دي مع الجزر مع البصلة ونشوحهم كويس، ونحط الرز ونقلبهم مع بعض كويس الأول عشان ننشف برضو الرز شوية، ونسقيه بالشوربة بتاعتنا أو المية المغلية ونحيقها بالملح. تمام. وزي ما قلنا هيبقى زيادة عن الرز بعقلة صباع، المية أو الشوربة زيادة عن الرز بعقلة صباع واحدة. وهنغطي، وأول ما نلاقيه بيتشرب هنوطي النار عليه، وهنتابعه لو احتاج شوربة أو مية هنزود، نقدر نتحكم فيه طول ما احنا حاطين المية قليلة. تمام. وإن شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، ويحسن ما بين ايدينا، ودعواتكم الحلوة، ويا رب تستفادوا من الفيديو ويكون خفيف على قلبكم يا رب، وتطلعوا منه بأي معلومة. وأسيبكم في حفظ الله وفي رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.